طيب، والله أنا عندي أخبار كتير، تاخد واحدة من على طرف المعلقة؟ ما هو عشان بس زمايلي في الإعداد تعبانين جدًا، جدًا. شوف يا سيدي، أوجستين رودريجيز وحقيقة عروض الأهلي وزكريا الدهشوري وبابلو الصباغة، عِد على إيدك عدد 3 تعالوا نشوفهم، نبتدي بزكريا الدهشوري، شوف يا باشا. زكريا الدهشوري أهو، مهاجم هولندي، يبلغ من العمر هولندي مغربي، 25 سنة، بيلعب في ديبورتيفو بدوري الدرجة الثانية الإسباني. اشترك في 15 مباراة، سجل 8 أهداف، صنع 5. اتقال إنه في كلام، طب تيجوا نشوف كده، اقلب، شقلب وقلب. احنا اتكلمنا مع السيد فرناندو سوريانو المدير الرياضي لنادي ديبورتيفو، وجاءت تصريحاته كالتالي اهي. قال لك احنا لم يصلنا اي عرض من قبل النادي الاهلي، ما عندناش نيه لا نفرط ولا نبيع ولا ندخل في اي مفاوضات، واللعيب مش للبيع ويلا بقى امشوا من هنا. يعني هو ناقص يقول لنا كده يلا بقى تمشوا من هنا، وقال لك اللي عايزه يدفع الشرط الجزائي. واتكلمنا معاه الراجل، قلنا له الشرط الجزائي، تصريحاته كانت كالتالي. قال لك في شرط جزائي بعقده الشرط الجزائي فيه 30 مليون يورو. احنا لما بنساله بنقول له عقده فيه شرط جزائي 30 مليون يورو، 30 مليون يورو زي ما سمعنا. قال انا ما اقدرش اقول لكم على الرقم بالتحديد. ماشي كده؟ فالراجل ده مش للبيع. ده الاولاني. اللي بعده ده اوجستين رودريجيز، مهاجم اورجواني بيلعب في يوفنتود الاورجواني. اشترك في 31,000 مباراة، سجل 18,000 هدف، وصنع 3 مرات. اللي بعده اتكلمنا مع الراجل وكيل اعماله، تصريحاته كانت كالتالي. قال لك ما جالناش حاجه رسميه من النادي الاهلي، وما جاش حاجه للنادي اللي احنا موجودين فيه، لا جال من الاهلي حاجه ولا جه للنادي حاجه. ماشي كده؟ وكيله قال لك ايه؟ قال لك يوجد شرط جزائي في عقد اللاعب قيمته 5 مليون دولار. قال لك لكن لو تقدم الاهلي بعرض قيمته 1.5 مليون دولار الصفقه هتتم. اللعيب لا يعارض اللعب في الدوري المصري او الانتقال لصفوف النادي الاهلي. ماشي؟ ده اللعيب اللي قبله. نخش على بابلو صباغ، ده مهاجم كولومبي سويسري، 28 سنه. انا اسف، انا قلت ايه؟ سويسري ما تمشيش. مهاجم كولومبي سوري، 28 سنه، بيلعب في سون الكوري الجنوبي. لعب 33,000 ماتش، سجل 17,000 هدف، وصنع هدفين. اللي بعده قال لك اتكلمنا احنا بقى مع وكيله، وكانت تصريحاته كالتالي. ما جالناش حاجه من الاهلي. ماشي كده؟ اهو قال لك ما جالناش حاجه من الاهلي، اي مفاوضات شفهيه بتاع جاب، نحن لا نعطي اي معلومات احتراما للانديه. ده بقى الوكيل بتاعه قال لك مفاوضات شفهيه، قال لك لا، واحنا ما بنديش اي معلومات احتراما للانديه. هو الراجل منفتح على الانتقال للنادي اللي هتقدم بعرض جيد، و يحب ان هو يبقى موجود في مدينه جيده زي مصر. فاحنا ما جالناش حاجه رسميه، هو الراجل منفتح ما عندوش مشكله، بس ما جالناش حاجه من النادي الاهلي. دول الثلاث فرد اللي الناس بتتكلم عليهم. طيب تيجوا نخش على طول في المواضيع عشان نستغل الوقت. يلا. اخبار عايزين من البيكو من الاخر. ماشي. موضوع الايقاف ايه؟ بص، نادي عشان انا الزمالك. سبت لك اللوكشه كلها بتاعت الايقافات اسمع منك. تمام. سمعنا الاخبار بقى. دلوقتي نادي الزمالك طبعا هو في ازمه ماليه كبيره، ازمه ماليه كبيره مستمره بقى لها اكتر من شهر، طبعا نتيجه طبعا مشكله سحب ارض نادي الزمالك في 6 اكتوبر، اللي كان طبعا انت كنت اتكلمت من بدري قوي عليها يا كابتن ابراهيم، وقلت انه في الاخر كل ده هياثر على نادي الزمالك ويدخله في مرحله وفي حقبه هي شبيهه زي ما بقول لك ازمه ماليه طاحنه. تمام. الوقت الحالي بدات خلاص تبعات تيجي ليه؟ ان انت دلوقتي بدات القضايا تبتدي من نادي الزمالك في اقل من شهر عنده 5 قضايا بقرار رسمي لايقاف القيد. 5 قضايا هم جوزيه جوميز مدير فني السابق نادي الزمالك والثلاث مساعدين بتوعه، دول 4 قضايا، والقضيه اللي هي تم اعلانها النهارده هي قضيه كريستيان جروس. كريستيان جروس المدير الفني السابق نادي الزمالك. طيب القضايا دي كلها التوتال بتاعها كام؟ هو حتى الان الحمد لله الامور مش بعيده، هي 273,000 دولار. كويس. مقسمين من 140,000 دولار جوزيه جوميز ومساعدينه، و133,000 دولار خاصين بجروس. الزمالك في الوقت الحالي الفلوس دي لازم يدفعها قبل شهر يناير الجاي، ولكن برضه نادي الزمالك عشان برضه بنحاول نلم الاخبار في بعض، عنده قضيه فرجاني ساسي. قضيه فرجاني ساسي كانت الحكم كان 700,000 دولار، وبعد استئناف نادي الزمالك اتحكم دلوقتي ب 450,000 دولار.
دلوقتي الزمالك ممكن في اي لحظه قبل يناير يجي له الايقاف، ولكن الا في حاله ان نادي الزمالك يقرر ان هو يروح المحكمه الفدراليه. هي في الاخر المحكمه الفدراليه دي مجرد بتكسب وقت عشان تعدي يناير، لكن اللي مثبت دلوقتي الزمالك خلاص كل مراحل التقاضي وحتى فكره انك تستأنف انتهت. هم القضايا بتاعت جوزيه جوميز بالاضافه لكريستيان جروس. نادي الزمالك في الوقت الحالي غصب عنه لازم يدعم في يناير، لانه طبيعي الفريق بينافس في كل البطولات، وطبعا في طموح ان الزمالك يكمل في الكونفدراليه طبعا لابعد مدى، وان هو يحاول يرجع البطوله اللي غابت عنه السنه اللي فاتت، بالاضافه للمنافسه على الدوري والكاس. ففي الوقت الحالي الزمالك قبل يناير المفروض ان هو هدفه ان هو طبعا يحاول يوفر الامور الماليه رغم صعوبه الامور جدا، لانه في الاخر ده مأثر على كل حاجه. سحب ارض هيقدر يوفر الفلوس ان شاء الله الزمالك، يعني انا شايف ان الزمالك يقدر ان هو يوفر بنسبه كام في الميه؟ الزمالك يقدر يوفر انت قلت 450,000 دولار؟ لا 273,000 دولار. 273,000 دولار دول المثبتين حتى هذه اللحظه، ولكن في حاله ان انت لو اتحكم خلاص جالك كمان ال 450,000 دولار والزمالك قرر عدم الاستئناف، يبقى انت دخلت في 700,000 دولار، فالرقم هيزيد فالنسبه هتقل. لكن انا شايف انه بنسبه اظن يعني 99% الزمالك هيفك القيد بشكل طبيعي في يناير عشان يدعم الفريق.